أعزائي الأعزاء، السلام عليكم. عاوز أقول لكم إن أمريكا اللي أنتوا خايفين منها دي عبارة عن نمر من ورق، عمرها ما دخلت حرب وانتصرت فيها. على سبيل المثال في فيتنام اتقتل منهم أكتر من 154 ألف جندي وطلعوا يجروا هربانين. دخلوا أفغانستان وانهزموا، دخلوا العراق رغم الفظايع اللي احنا شفناها في سجن أبو غريب، إلا إنهم برضه انهزموا وطلعوا منها. اليابان لما القوا عليها قنبله هيروشيما وناجازاكي، اليابان لو كانت تعرف ان امريكا قدامها 10 سنين عشان تنتج قنبله ثالثه كانت استمرت في الحرب وكانت انتصرت عليهم، بس للاسف ما كانوش عندهم المعلومه ديت اساسا. طيب الامريكان ديت عباره عن ايه؟ امريكا عباره عن ايه؟ امريكا دي عباره عن مش دوله، امريكا دي عباره عن مجموعه من الشركات والمؤسسات الضخمه. طيب هم ليه متحالفين جدا مع اسرائيل في موضوع غزه وماسكين فيهم بايديهم واسنانهم وبيساعدوهم وبيدوهم سلاح؟ لسببين. السبب الاول ان قدام شواطئ غزه اكتشفوا كميات كبيره جدا من الغاز، كميات ممكن تدخل اكتر من 52 مليار دولار سنويا. دي الفايده الاولى، وزي ما قلت ان هي مؤسسات وشركات عاوزه الغاز دوت اساسا. طيب الحاجه الثانيه ان هم ممكن يدمروا اقتصاد مصر لو غزه فضلت منزوعه السلاح. ازاي؟ هيقدروا يعملوا قناه اسمها قناه بن جوريون، ودي بتربط البحر الميت بالبحر المتوسط. وخلي بالك قناه السويس عباره عن ممر واحد في ممشى واحد بس، لكن القناه اللي هم عاوزين يعملوها ممرين ذهاب واياب، يعني هتدمر اقتصاد قناه السويس تماما وهتدخل لهم اكتر من 19 مليار دولار سنويا. طيب ده ندل على شيء مش هيدل غير على حاجه واحده بس، ايه هي؟ غباء العرب. العربي غبي، العربي حمار، العربي ما بيتعلمش، العربي ربنا اداله كل حاجه في الدنيا علشان الوحده، اداله تاريخ مشترك، دين مشترك، لغه مشتركه، جنس واحد مشترك، كل حاجه مشتركه. ورغم كده تبص تلاقي مصري، جزائري، مغربي، خليجي، تونسي، موريتاني، سوداني، وده بيعاير دوت، وده بتاع فول وطعميه، وده بتاع مش عارف الفته ولا مش عارف ايه، وبيجت كلمه مصري صبه، خليجي صبه، ده حمار، دول بجر، دول ما بيفهموش. عنصريه. ربنا جمعنا واحنا بنفرج بعض. طيب احنا ليه خايفين؟ السلام عليكم.